جمهور نادي الزمالك العظيم، صاحب المبدأ، صاحب الوقفه، جمهور نادي الزمالك اللي ما بتخلاش تبعد ابدا عن ناديه، جمهور نادي الزمالك اللي دايما في الشده والمحن موجود. النهارده جمهور نادي الزمالك مش موجود في المدرجات، شكل الماتش وحش، يعني شكل الماتش بدون جمهور نادي الزمالك وحش بصراحه يا جماعه. اللي بيحل المباراه نادي الزمالك جمهور نادي الزمالك بس. يعني ككوره احنا ما عندناش لعيبه كوره، يمكن الحمد لله الفتره الاخيره بقى بدا يبقى عندنا لعيبه شخصيه، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، بتتكلم على محمد شحاته، بقى عندك لعيبه فيها شخصيه ولاعيبه لها ثقل في الملعب. النهارده الزمالك بيفوز 4-2 على سيراميكا النهارده. بس عايز اتكلم في نقاط سريعه جدا. حسام عبد المجيد يا جماعه، شوف الهدف الاول والهدف الثاني من حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد بيتحمل الهدفين اللي دخلوا ومنهم الهدف الثاني. تخيل اقصر لعيب في مصر صديق اجولا بيطلع، شوف بيتحرك ازاي، وحسام عبد المجيد واقف ولا في رقابه ولا في توقيت. حتى الهدف الاولاني كحراسه بيحرس اللعيب. احنا ظلمنا محمود علاء والله يا جماعه. محمود علاء ده كان من اللعيبه الجامده جدا المؤثره جدا اللي كان هيبقى ليها شكل جدا مع الونش. ولازم نفتكر ايام ما فزنا على الترجي وعملنا جيم عالي جدا في السوبر الافريقي، كان نادي الزمالك حاجه جامده قوي يا جماعه. الجيل ده ايام ما كان معاك بن شرقي، معاك اسامه محمد ولا اسمه يا جماعه منتخب مصر، نجم منتخب مصر يا جماعه اسمه ايه، جيل وطارق حامد. كان جيل نادي الزمالك حلو وساسي. كان عندك جيل، شوف محمود علاء كان مع اسمه الونش عامل ايه. لا النهارده نادي الزمالك النهارده يمكن في نقاط محمد شحاته بيثبت ويثبت انه هيبقى وهيكون ان شاء الله نجم منتخب مصر في الباك رايت. الواد ده لعيب كبير جدا، عنده كره حلوه قوي، بيتحرك حلو قوي في العمق، بيزيد على الخط كويس، بيزيد مع زيزو من العمق، تحركات واعيه جدا، بيقف على الكوره، لعيب عنده كره عاليه، لعيب عنده لياقه بدنيه الله يحميه. من اهم مكاسب نادي الزمالك هو انك انت فعلت العقد البيع الشراء محمد شحاته، ده اهم مكسب عمله النهارده نقدر نقول نادي الزمالك. فلعيب جامد جدا. بنتكلم عن ناصر ماهر النهارده، شوف كام تصويبه، شوف تاثيره واختراقاته وتحركاته من العمق ازاي، لعيب مؤثر. وازاي اثر نادي الزمالك بعد خروجه. يمكن احنا جبنا جولين بعد الدقيقه 87 بعرضيه زيزو طبعا لابراهيم نداي اللي ضيع قبلها واحده، ازاي ما تضيعش. يعني حاجه مع احترامي الشديد مش ممكن، يعني ما فيش خالص. يعني بس الحمد لله سهل، اقول سهل عرضيه زيزو وبعد كده حطها وبعد كده رد الجميل وهدف لزيزو بيفوز الزمالك 4-2. لكن حلو المكسب حلو، بس دايما انا بقول قرار نادي الزمالك انك انت ما تلعبش مباراه الاهلي ده كان قرار خاطئ او قرار صحيح في توقيت خاطئ. قرار صحيح في توقيت خاطئ، وده اللي زعل جمهور نادي الزمالك. بسبب كده جمهور نادي الزمالك في المدرجات. لازم قلنا الهدفين يتحملهم حسام عبد المجيد، الهدفين اتحملهم حسام عبد المجيد، لان يعني مع احترامي الشديد تشوف التحرك صديق اجولا في الثاني، والهدف الاولاني حراسه مع برضه مهاجم سيراميكا لا فرماله لا يضايقوا لا اي حاجه، ما فيش اي حاجه. ده حراسه لانه لعيب بطيء مش ما عندوش سرعه. لازم نتكلم كمان يا جماعه ان اداء نادي الزمالك زي ما قلنا اتاثر جدا بعد خروج ناصر ماهر. عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا عاملين دور عالي جدا في نص الملعب، شغل عالي جدا. عمر جابر عمل جيم عالي جدا. اوباما لازم يتمد على رجليه يا جماعه، يعني لعيب بارد قوي، ضيع فرص سهله قوي 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 يا جماعه، ضيع فرص سهله جدا جدا جدا. وانا عايز اقول اهو النهارده شفنا بعض الناشئين نادي الزمالك الفتره الجايه دي، لو انت محتاج 4 مليون دولار عشان على الاقل تخلص القضايا اللي عليك، فانت محتاج 4 مليون دولار واللعيبه دي عايزه رواتب، يعني انت داخل عندك مشكله كبيره جدا. بيع اللعيبه اللي انت مش هتستفاد بيها، الحق بيعها، اعمل لهم اعاره، الحق استفاد بيه. لان انت يعني عندك دلوقتي مثلا رؤى انت مقعده، بتعمل ايه؟ رؤى بيعمل ايه؟ بيفيد نادي الزمالك بايه؟ عمال ياخد راتب 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 وخلاص وما بيلعبش. لا بيعه خلاص، طالما ما عادش له مكان بيعه، استفيد بايه؟ ما تدفعلوش على الاقل يوفر ليك، او انت بيعه خد من وراه حاجه. واللعيبه اللي مالهاش اي 30 لازمه لازم تمشي، لازم. نادي الزمالك محتاج بسرعه. انت داخل على يعني مع احترامي قبل السوبر الافريقي الحمد لله، انا بقول نادي الزمالك دلوقتي بقى عندنا لها لعيبه لها شخصيه. انا ما عنديش بخاف من مقابله الاهلي خالص، ولا خايف ولا هخاف. لو انت بصيت دلوقتي عندك الحمد لله من اللعيبه التقال، عندك زيزو لعيب مؤثر، عندك الجزيري، عندك محمد شحاته، عندك ناصر ماهر، عندك عبد الله السعيد، عندك نبيل عماد دونجا، عندك يعني بقى عندك اسامي، بقى عندك بتتكلم 1 2 3 4 5 6، يعني 6 جامدين. وعندك بقى طبعا المكان المسلوسي برده رائع، فانت بتتكلم 7. ما كملتش انا باقي الفرقه يا جماعه. انا قلت محمد شحاته، قلت ناصر ماهر، قلت عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي. يعني انت بتتكلم في فرقه عندك قوام اساسي ان الفرقه حلوه. عندك واحد ممكن يوقف حسين الشحات زي محمد شحاته، عندك عمر
عمر جابر في اليمين، يعني بقى عندك نص ملعب بيستحوذ وبيلعب على اي حد، فالحمد لله بقى في فرقه حلوه. لكن لازم نخلص بقى المشاكل دي بسرعه، ولازم يكون في استقرار مادي عشان اللعيبه تدي، ولازم جمهورنا الجميل يرجع ان شاء الله، ولازم مجلس اداره نادي الزمالك بالكامل يطلعوا ببيان رسمي، ودي دعوه لمجلس اداره نادي الزمالك، تطلعوا تعتذروا لجمهور نادي الزمالك عشان يرجع تاني. قولوا انكم خدتوا قرار صائب في توقيت خاطئ، مش عيب. وقولوا احنا اخطانا وبنتحمل وبنعتذر لجمهور نادي الزمالك. وبعد كده لازم ابقى اقول انا دايما ادرسوا القرار قبل ما تعملوه، ادرسوا القرار قبل ما تفعلوه يا جماعه. وقت القرار ده مهم جدا، يعني التوقيت مهم جدا. اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت ضغط على زر الجرس.